مساء الفل عليكم واهلا بيكم يوم جديد من بودكاست القلعه الحمراء. ضيفنا النهارده واحد من اللي جابوا بطوله افريقيا 2001 اللي رجعت الاهلي لمنصات التتويج الافريقي. شاطر جدا وهو لاعب، شاطر جدا وهو اعلامي، شاطر جدا وهو مدرب، يعني 7 صنايع. بس الحمد لله البخت مش ضاع ولا حاجه. كابتن وائل، مساء الفل وكل سنه وانت طيب. مساء الفل يا كابتن سيد، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه والمشاهدين كلهم طيبين. ايه الاخبار؟ انا مبسوط جدا ان انا موجود معاك. اوكي. يعني انت اعلامي قدير، يمكن اتحرمنا منك الفتره اللي فاتت عشان عملك الاداري في النادي الاهلي، انما طول عمري كنت بقول لك حتى من زمان اشيك مذيع واحسن مذيع في الاعلام الرياضي. اول مره تقول حاجه صحيحه وحقيقيه و100% صح. لا انا عندي حاجات كتير والله صحيحه وحقيقيه والله. اقول لك على حاجه طب حقيقيه جدا. قول. ويمكن دي انا قلتها قبل كده في قناه الاهلي، بس انا بقولها تاني. يمكن انت في المقدمه قلت ان انا اشتغلت اعلامي واشتغلت فني، برضو اشتغلت اداري. انا بدايتي كانت في النادي الاهلي اداري صح؟ طبعا. في الاهلي اداري؟ في النادي الاهلي طبعا اشتغلت اللي هي زي رئيس اللجنه الفنيه، مدير اداره اكتشاف المواهب. افتكرت صح لما انت كنت منسق عام ساعتها الفريق الاول. صدق كنت ناسي دي خالص. بس عايز اقول لك على حاجه، وانا دايما بقول كده، انا في 2 اثروا في حياتي جدا على المستوى العمل الاداري، هادي خشبه وسيد عبد الحفيظ. وده كلام انا دايما بقوله، ودي حقيقه ما بقولهاش رياء او اي حاجه، لان فعلا يمكن انت تحديدا كمان عشان كنت مثلي الاعلى لما طلعت ولعبت كوره. كنت دايما بتتضايق من كلمه كنت دي، انما لا طبعا انا بحبك جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي طبعا، والعلاقات جميله من زمان جدا. فانما على المستوى الاداري يمكن في بداياتي اتعلمت منك حاجات كتير، ودي ما اقدرش ان انا انكرها يعني. طيب وائل، هنا في استاد الاهلي بيتك بالتاكيد. فكره تخليد الاسماء من خلال درع واسماء بتتكتب على جدران استاد النادي الاهلي، لو قلنا يعني رايك في الفكره الاول، ولو اخترت حد، مش شرط حد على فكره من الناس الرياضيين خالص، يعني ممكن في دايرتك، في قرايبك، حد كان مؤثر معاك جدا، حد انت بتحبه جدا، كان اهلاوي جدا وحبيت ان انت تعمل له درع تخليد او اسم جوه جدران استاد الاهلي، مين؟ طبعا الفكره في الاساس ان انتوا تعملوا البرنامج هنا في استاد الاهلي، دي حاجه مميزه جدا وحاجه كويسه جدا وحاجه بتربطنا كلنا كلاعيبه النادي الاهلي قدامى او حاليين بالكيان اللي هيتبني والاستاد اللي حلمنا كلنا يكون موجود، وده حلم مشروع لكل واحد اهلاوي موجود في مصر. لو هختار مش هينفع اختار حد واحد. انا يعني في لسته طويله جدا جدا جدا. ابداها بابويا وامي واختي اللي هم يعني كانوا في بداياتي واقفين ورايا وانا ناشئ في النادي الاهلي، ثم بعد كده بقيت لعيب في الفريق الاول. اختار اي حد مثل النادي الاهلي ولو لدقيقه، حقه انه يبقى موجود على جدران النادي الاهلي. 2 شايف ان هم يعني يستحقوا ان هم يبقوا موجودين على الاستاد او على جدران الاستاد بفونت كبير وبفونت عريض، كابتن ثابت البطل الله يرحمه ومحمد عبد الوهاب الله يرحمه، لان الاثنين دول يمكن ماتوا وهم بيأدوا عملهم. يعني اي حد تاني منتمي للنادي الاهلي ممكن يكون توفاه الله بصوره طبيعيه وبصوره عاديه، انما الاثنين يموتوا وهم بيأدوا عملهم وهم في وسطنا. اعتقد ده يعني رد الجميل ان احنا يبقوا موجودين بفونت مختلف خالص عن اي حد تاني. شهداء بورسعيد اعتقد لازم يكون ليهم تواجد كبير جدا على الجدران. وزي ما قلت لك كابتن سيد، اي حد مثل النادي الاهلي لمده دقيقه، مش لمده بقى مواسم، لمده دقيقه، اعتقد ان هو يستحق ان هو يبقى موجود على جدران النادي الاهلي. أعلام البطولة أهلي عنوان الرجولة، أنا واحد من أهلي اللي الأسطورة بيرسموها. أعلام البطولة أهلي عنوان الرجولة، أنا واحد من أهلي اللي الأسطورة بيرسموها. كانت أحلام وحققناها، ظهر بعض سنين عشناها، والدم أحمر في قلبي، انتصارات ما أقدرش أنساها. الحب اللي جوانا والعيلة اللي مجمعانا، والبيت اللي مش حيطانه بس أحلامنا عاشها معانا. غنوا غنوا أهلي دايما يفضل
علشان في قلوبنا تعيش. انتم اساس في قلبي، انتم ناس ما تتنسيش. بنعيش عشان نشجع، بنشجع عشان نعيش. لو تعاد الزمان هعيد كلامي تاني، عايش احكي بجد ومقدرني البركة في لساني. انا كل سطر في قصة بطلها اهلي وناسي، اهلي ضحى عشان انا مش هنسى لكم كل حياتي. شاب على كتاف ابويا مسمع صوت هتافي، بعده انا اللي شايل بعدي ابني على كتافي. غنوا اهلي دايما يفضل نسره عالي، التاريخ بيخلد اسم اهلي والاحساس خيالي. كلكم عارفين من اهلي وعاشت الاسامي، كلكم عارفين من اهلي وعارفين فين عنواني. اسمك محفور على جدران السد الأهلي، في السد الأهلي عاشت الأسامي. وائل رياض تقييمي انا كسيد عبد الحفيظ لوائل بيبقى فيه وصول، والوصول حلو، وبعدين الاستمراريه ما بتبقاش موجوده في حاجات كتير جدا. يعني انت ما شاء الله دلوقتي قد ايه؟ 37 سنه ولا 8 ولا 41 سنه ولا 42 سنه؟ 42 سنه. يعني في خطوات في الاول بتبقى كويسه، وبعدين ما فيش استمراريه، الفرصه ما بتكتملش والمرحله ما بتكتملش، مع ان الوصول وصل. يعني اصعب حاجه ان انت توصل، اصلا استمراريتها اصعب منها صحيح، لكن في النهايه يعني انا بدات احط خطواتي. لا يمكن انا بدات المجال الاعلامي اول ما بطلت كوره، بدات المجال الاعلامي، قعدت 8 سنين في الاعلام، اتصنفت وبقى ليا برنامجي وبقى ليا الهوا بتاعي وكل حاجه، انما زهقت. زهقت لاني خلي بالك يا كابتن سيد، انا مبطل كوره بدري، انا مبطل وانا عندي 28 سنه. يمكن انت برضو كان ليك دور في التبطيله دي والبطوله قدام الناس. قلت لي انت عندك كام سنه؟ قلت لك 28. قال لي مش هتعدي خلاص، هي 28. انت تقريبا بطلت 28. فكنت بتقول على سبيل الدعابه، ولكن انت عندك كرامات مع ربنا فراحت لابسه. فانما تبطيلي بدري ده يمكن خلاني ان انا دايما عندي اشتياق للملعب، اشتياق للحته الفنيه، خاصة كمان ان انا يعني مصنف نفسي ان لحد ما بفهم يعني في الكورة. وانا على الهوا كده مرة واحدة في البرنامج بتاعي حسيت ان انا لا محتاج ان انا اخش حاجة فنية، خاصة ان الاعلام ترجع له في اي وقت. يعني الاعلام مش مرتبط بسن، مش مرتبط باي حاجة، انت ممكن تسيب الاعلام فترة طويلة جدا وترجع له تاني ويبقى عندك برامج وما عندكش اي مشكلة في الظهور الاعلامي. انما التدريب لو ما بدأتش في سن معينة هيبقى الموضوع قفل بالنسبه لي. فقررت ان انا اخوض التجربه سنه 2015 وقلت لا انا لازم اشتغل في التدريب. بدات مع الانتاج الحربي مساعد لكابتن شوقي غريب، وبعد كده رحنا المنتخب الاولمبي ورحنا اولمبياد طوكيو وخدنا بطوله افريقيا يعني تحت 23 سنه. بعد كده استمريت مع جهاز ميكالي مدرب عام في المنتخب الاولمبي. يعني في تطور في الناحيه الفنيه كمان دلوقتي. اتمنى ان انا ما ازهقش من الناحيه الفنيه، لان انا بشخصيتي ببقى مركز جدا في الحاجه اللي بعملها، انما ببقى محتاج نتائج، ببقى محتاج احس بثمره التعب اللي انا بشتغله واللي انا بعمله. تجربتي مع المنتخبات شغاله ومستمره. اخر تجربه يمكن هي 2005 اللي هي منتخب الشباب، اتخذت مني بشكل الناس كلها استغربته. فاعتقد ان يعني ما فيش حاجه ما فيهاش استمراريه، انما هي الحته الاعلاميه بس هي اللي انا يعني قررت في وقت معين ان انا ابطلها. وخلي بالك اللي انا بقوله لحضرتك دلوقتي ان بيجي لي لغايه دلوقتي عروض في الاعلام، يعني لغايه دلوقتي بيجي لي برامج ان انا اشتغلها وكل حاجه، انما انا خلاص خدت الطريق الفني وقلت استمر فيه وان شاء الله باذن الله يعني انا على يقين ان انا هوصل فيه لحاجه بعيده يعني ان شاء الله. طيب انا بقول كده ليه؟ احنا خلي بالك بالدردشه يعني الموضوع بالنسبه لنا كده يعني. لا خد راحتك، افتح حياتك كلها دردشه معايا يعني على طول. افتح قلبك ودقنك. لا انا فاتحهم جامد جدا ما تقلقش. يعني حتى في الكوره يا شيتوس، يعني وائل رياض انا في اول مره في حياتي وائل كان بيطلع معانا درجه اولى كده، انا فاكر اللقطه دي مش عارف جاي في بالي على طول. كنا رايحين اتوبيس، طالعين من الاتوبيس الفريق الاول وانت واقف تحت الاتوبيس كده، انا فاكر كويس جدا يعني، فاكر مكتب عم جمعه القديم كده، انت ساعتها كنت واقف، كان عندك عربيه لانوس بس كان اسمها ايه؟ جوليت حمرا كده سودا فالالوان بقى انت عارف. فطلعت برضو فجاه يعني الواحد بيبص له كده لعيب صغير تمام، وفي نفس الوقت راح طالع معانا، قدر ان هو برضو يعني بشخصيه ان هو يبقى موجود
في وسط الفرقه بشكل ايجابي جدا. حتى دي برضو الاستمراريه بتاعتها يعني، بس دي حكمها الاصابات يعني. الحته الاعلاميه نفس الكلام، الحته التدريبيه دي اتمنى انها ما تبقاش نفس الكلام خالص. لا ان شاء الله. اتمنى يعني. لكن انا بقول دايما يا شيتوس، في بدايه الطريق ممكن يحصل لك عدم الاختيار المظبوط قوي بقله الخبره طبعا. ودي بتبقى مهمه قوي للناس اللي حواليك. يعني اللي انت بتقوله ده حصل معايا انا شخصيا. اول ما بطلت كوره انا ما كانش في دماغي ابدا الحته الاداريه اطلاقا، ولا الحته الاعلاميه، ولا كنت شايف نفسي الحته الاعلاميه دي خالص خالص يعني. لدرجه ان انا قعدت سنه تقريبا 2007 دي ما طلعتش خالص في التلفزيون خالص، ولا راديو ولا حاجه خالص. وبعدين جالي يعني برنامج في الراديو، شفت انه هو برقم كويس، وكنت بدات اشتغل في الاكاديميه. فانت عارف كابتن محمد العيله طبعا صاحبنا وحبيبنا يعني، طبعا يعني، وواحد من الناس اللي هي معاه حياه طويله يعني. فخدت رايه، انا عايز اتخصص في شيء، وده من سمات الشخصيه عندي، ابقى مميز في حاجه قوي، تمام، احسن من ان انا اخد من كل فيلم اغنيه او من كل كتاب صفحه يعني. بس هنا النصيحه اللي بتاعت المرحله بقى بتاعت الوقت، نصيحه الخبره والناس السنين اللي عدها كابتن ابو العلا والمعاشره مع الناس يعني. قال لي لما تبدا شغل جديد انت ما تعرفش انت هتبقى مميز فين. صح. يعني انت مميز في الحته الاعلاميه ولا الحته الاداريه، خلينا ناخد وقتها، تاخد المرحله وقتها، صح. وبعدين نقرر. صح. فوائل انا اشوف ان وائل حتى في المستوى الاعلامي متكلم كويس، عنده افكار كويسه بيطرحها، خد برامج في قنوات كانت تقيله في وقتها طبعا. تمام. تقريبا كان برنامج يومي كمان بتتعرف على ناس، عملت لي انتشار، عملت لي انتشار كبير، وعملت لي الاعلام غير انه بيعمل لك انتشار، بيعمل لك برضو نوع من السلطه والاحترام من كل اطراف المنظومه او من كل الناس اللي شغاله في المنظومه. فكل الكلام ده ساعدني بشكل كبير جدا لما بدات اشتغل كمان في التدريب. النقطه اللي كلمت فيها كابتن سيد واللي كلمك فيها كابتن ابو العلا، اي لعيب كوره لما بيبطل بيبقى عنده حاله من التخبط وبيجرب كل حاجه. وانا كنت دايما من ضمن الناس اللي ما بحبش السؤال بتاع انت بتحب التدريب اكتر ولا الاعلام. لما اجرب يعني الطبيعي انك تجرب. مش يمكن اكون بعرف، مش ممكن اكون بعرف اسوق، الله اعلم. فهي كده، هي فعلا قبل تعرف تسوق ولا ما بتعرفش. هي فعلا انت لازم تجرب. وانا الحمد لله من القليلين اللي في الوسط اللي يعتبروا اشتغلوا كل حاجه في الكوره. يعني اي حاجه ليها علاقه بالكوره انا اشتغلتها، اشتغلت اداره، اشتغلت فني، اشتغلت اعلام، يعني كل حاجه ممكن، اشتغلت راديو، حتى الاعلام اشتغلت كل حاجه فيه. البودكاست دوت في 2018 اللي هو ما كانش لسه اصلا البودكاست ده اتعمل ولا اتعرف ولا اي حاجه، عملت حلقتين وبعد كده رحت داخل منتخب اولمبي فبطلت اعمل حلقات. فيعني انا بدات الحاجات من بدري قوي وعملت كل حاجه من بدري قوي. انما مهم جدا انك تبقى حابب الحاجه. كل حاجه ليها ميزه وليها عيب، وانا بحب دايما ان انا اتميز في الحاجه اللي بعملها. يعني بحب ابقى الناس تقول ده موهوب فيها او مميز فيها. انما في حاجات بتبقى خارجه عن ارادتك. الحاجه اصعب حاجه في المهن اللي انا اشتغلتها دي كلها التدريب، لان التدريب ابداعك وتالقك وكل حاجه مرتبطه باللعيبه، مش مرتبطه بيك انت. انت وانت اعلامي انت مرتبط تالقك بكلامك، بتحضيرك، بلبسك، بشكلك، بمواعيدك، كل حاجه انت المسؤول عنها. الاداري في ناس شغاله تحتيك وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت الناس اللي شغاله تحتيك تقدر ان انت تتدخل بنفسك وتعدل على شغلهم. انما وانت في الملعب مش هتقدر تتدخل. تدخلاتك كلها عباره عن تعليمات، توجيهات، تطوير في اداء حد، انما مش هتقدر تنزل تلعب مكان اللعيب. مش هتقدر، يعني مهما كان عندك افكار، الافكار مرتبطه باقدام اللعيبه اللي انت بتمرنها. فهي دي صعوبتها بس. طيب جوزيه فاجئنا كلنا بقناعه رهيبه جدا اللي هو الرياض، وحتى بطوله 2001 اللي انا ذكرتها في المقدمه، واحد من الناس اللي كنت مؤثره جدا انت فيها. كان ليك جول في اسك اللي لم تخني الذاكره. اسك لا ما كانش ليا جون في اسك، بس عملت جون في اسك. عملت عملت جون لعلاء ابراهيم. علاء ابراهيم اوكي. وبعد كده حتى ماتش الترجي اللي انا عايش عليه ده، ماتش الترجي بني ادم ده يا رجاله، ده ماتش جميل قوي. الراجل اللي قدامي ده في الكره وانا بشوطها
انا ببص للناس وانا بشوط، هو على يميني اصلا. انت نزلت بعديا ولا نزلت بعديا صح؟ نزلت بعديك على طول. بعديا صح، انا نزلت بين الشوطين وانت نزلت بعد بالظبط. 10 دقايق بالظبط. تقريبا. واحنا خلي بالك الماتش ده احنا قبل الماتش انا وانت بنتكلم. انت فاكر لو انا قلت لك ايه؟ انت فاكر؟ انا طبعا فاكر. طب قول لي قلت طبعاً. لك ايه؟ انا قلت له احنا وارد جدا يخش فينا جون في اول دقيقه، صح؟ لا، كمل. دي اللي هو الكلام العام. انا بتكلم الكلام الخاص اللي كان ما بيني وبينك. لا، احنا كنا فاهمين ان احنا هنلعب. احنا هنبدا. احنا كنا فاكرين ان احنا الاثنين هنبدا. فانت بتقول لي بص هاجم وانا من وراك ما تقلقش. قلت لك كابتن سيد روح انت وانا هتلاقيني بامنك مفيش مشكله. احنا الاثنين قعدنا قعدنا نأمن بعض على الدكه. انا عمال ابص لك مأمنك. يعني احنا عمالين ندي تعليمات لبعض، وبعد كده احنا الاثنين قعدنا. انما انت نزلت بين الشوطين وانا نزلت بعديك ب10 دقايق. والكوره اللي انت بتتكلم عليها اللي هي طبعا ده الجول ده الجول. كرة غريبة جدا ما تتشطش ولا اي حاجة. وانت بتشوط بقول لك بتعمل ايه يا سيد؟ لقيتها في الجون. الله ده جون يا سيد. رحت جاي نطت عليك على طول من الفرحة طبعا. جون عارف مميز. عنوان لعيب الكرة ايه؟ الصبر. لازم يبقى عنده صبر. عنوان البني ادم مش اللعيب الكورة بس الكورة كمان انا دايما بشبهها بالدنيا، طبعا، لان فيها حاجات متغيرة كتير قوي وسريعة جدا 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 يعني من حال جدا بالنهار لحال بالليل مختلف جدا. حتى الماتش نفسه، يعني الماتش انت بتبقى ناس بتتنطط وتحضن بعض طبعاً، وتبوس طبعاً. بعض ومش عارف بعدها ايه، بثانية بيخش في ثانية الجون يخش طبعا. الناس تروح في حتة. بتدلدل بعدها بتدلدل ناس على حتة طول. تانية خالص. طيب من الشخصيات برضو المهمة جدا في يعني في مشوار وائل هو جوزيه بالتأكيد. طبعاً، لكن طبعاً. كمان وائل نفسه كان عنده شخصية كبيرة، يعني واحنا بنلعب في الماتشات الكبيرة، يعني ماتش الترجي الأولاني هنا وائل كان نجم اللقاء. تمام. نجم اللقاء، بس كان في اتفاق بيني وبين جوزيه ان انا كده هلعب يعني اخر 10 دقايق هو عشان الماتش التاني يعني. بالظبط. هو كان له رؤيه كبيره جدا، لكن حتى بشخصيتك انت في المشاهد الكبيره واللقطات الكبيره والمباريات الكبيره كان بيبقى ليك تواجد رهيب جدا. يعني انا ما انساش ابدا ماتش مثلا اللي كان في اسبانيا مع ريال سوسيداد يعني. انت جبت لنا هدف التعادل كمان. بالظبط. مظبوط. بالظبط. فده واحد من اللعيبه اللي عندها شخصيه كبيره قوي الرياض وحاضره، يعني مهما كان بيهزر وبيضحك لكن في وقت المسؤوليه بيتحملها. بل بالعكس كمان، يعني انا لومك في بعض الاوقات بشوف ان من كتر ما انت عندك مسؤوليه فبتبدا الامور تروح في دور يعني اكنه تنشنه سنه. اوكي، وانا مش بحب ده، يعني مش ما بملش لده. انا ابقى شخص مسؤول جدا يا وائل جدا وعامل حسابي لكل حاجه وتمام التمام، وتيجي في فتره كده وشي يقوم بين القوسين المقفولين، لكن في النهايه ما بقاش متنشن عشان القرارات او التركيز ما يبقاش. كلامك مظبوط 100%. مظبوط يعني. الحته اللي ليها علاقه بعدم الخوف. انا شخصيا ما بخافش، يعني من وانا بلعب شخصيه ما بخافش من اي مباراه، ما بخافش من اي خصم، ما بخافش. انا كل خوفي بيبقى من ذات انا، يعني انا بخايف ان انا ما اديش بشكل كويس. انا ما بخافش من بلاعب مين ولا قدام مين. عشان كده كل المباريات الحمد لله ما كانش عندي اي مشكله فيها. عايز اقول لك حاجه كابتن سيد، ان النقطه اللي بتتكلم فيها اللي هي الفرق ما بين التركيز الزياده عن اللزوم والتنشنه. ممكن في اوقات ابقى اوصل لمرحله التنشنه. الاوقات دي بتبقى ليها علاقه بان انت في مرحله عايز تثبت فيها ذاتك، في مرحله عايز حاسس بقلق او بتوتر حواليك، فممكن توصلك للمرحله اللي فيها تنشنه سنه زياده عن التركيز او الميزان المظبوط يعني. انما في الاول وفي الاخر عدم خوفي وشخصيتي اللي حضرتك بتتكلم عنها ممكن تكون بتخليني اخد قرارات في اوقات مش هقول متسرعه، ولكن انا مش بتاع حسابات. انا طول عمري في حياتي مش بتاع حسابات. انا بتاع كوره وعايز اشتغل الكوره وعايز اشتغل بما يرضي الله، ما عنديش بقى حسابات. هقول لحضرتك حاجه، لما مسكت منتخب الشباب مواليد 2005 بعد اسبوع بالظبط كان عندي بطوله في تونس شمال افريقيا. كلمني رئيس الاتحاد ساعتها استاذ جمال علام، قال لي تلعب البطوله. انا بقول ان انت ما تلعبش عشان انت لسه مكون، مفيش تحضير يعني. اروح واعمل في حاجه اسمها لما بتيجي تاخد كورس انجليزي في حاجه اسمها اختبار مستوى. طب ما اخش اشوف اختبار مستوى، انا بشتغل كوره. قال لي هتتشتم والناس هتنتقد. قلت له انا ما يهمنيش الناس، انا عايز اشتغل عشان اعرف ابدا منين، ابدا تدريبي منين. الولاد اللي انا بختارهم دول من دوري الجمهوريه ثقافتهم عامله ايه، الناس اللي انا هلاعبها كمان سنه رسمي بيعملوا ايه وشغالين ازاي. فقال لي خلاص روح. رحت لعبت 4 مباريات، اتعادلت مباراتين
واتغلبت ماتش وكسبت ماتش. يعني في عرف المباريات بداية الوديه كويسة جدا. نتائج عاديه مرضيه جدا، مرضيه جدا. الواحد مرن 6 تدريبات، يعني مرضيه جدا. الدنيا قامت وازاي تتغلب وازاي تعمل، وكأن ان انا لازم اي حاجه. احنا عندنا مشكله في مصر ان انت لازم اي حاجه تخشها لازم تاخدها. ده يعني فكر ان انت لازم تاخد البطوله، ده فكر عقيم جدا وفكر قديم جدا. في حاجات تحضيريه، في حاجات انت المفترض تبقى حاطط بلان او اهداف من مشاركاتك. فكل الكلام ده ممكن لو رجع بيا الزمن اشتغلها بقى زي المدربين اللي بيشتغلوها ايه اللي هو ايه. لا يا عم ما تبداش بتونس والمغرب والجزائر وليبيا، ما تشوف لك النيجر. في مدربين كده. طب بقول لك ايه، ما تشوف هات لك يا عم تنزانيا، ملاوي، اديهم 2 3 تعمل ارضيه عند الناس. انا مش بتاع الكلام ده، انا عايز اشتغل وعايز وما يهمنيش ايه اللي بيتقال. ده اهم حاجه. صح ولا غلط ما اعرفش، يعني انا تقييمي ولما بدعي ربنا حاسس ان انا بعمل الصح. عند الناس اللي بيفهموا اللي ما عندهمش اغراض بعمل الصح، عند الناس اللي عندها اغراض بتعمل الغلط. فهي الموضوع. بس دي عارف دي برضو من توفيق ربنا في الوقت ده، بيبقى ايه ان يبقى معاك ناس اصحاب قرار مقتنعين بيك. ده نمرة 1. 2 مساندين واقوياء جدا. بمعنى ايه؟ ده من حظك الحلو على فكرة. اللي هو ايه يعني، انا مثلا اول ما اشتغلت مدير كورة، اول يوم اتقال فيه في اجتماع لجنة الكورة ان انا هبقى مدير كورة. فاحنا خارجين من الاجتماع رحت ماشي ورا كابتن حسن بسرعة شوية. قلت له كابتن حسن انا عندي 32 سنة وشوية، يعني في لعيبة اكبر مني بسنتين و3 و4 في الفرقة. فده ممكن بالنسبة لي بقلة الخبرة يبقى عندي شوية حاجات كده فيها تسرع شوية. فانا عايز اقول له ان انا عايز مساندة كاملة. تمام. قال لي انت عندك كام سنة؟ قلت له عندي 32 سنة وشوية. قال لي انا مسكت مدير كورة وانا عندي 28 سنة. هو سنة 28 سنة ده فيه مشاكل. بس الجملة بقى طبعا اللي يفهمها ذو عقل اللي جاية دي. طبعا. بس خلي دايما القرارات المرتبطة بسياسة النادي للجنة الكورة. يعني عايز يقول لك انت مدير كورة، هنساندك وفي ظهرك وكل حاجة وهنقويك، بس في قرارات تخص سياسة النادي دي مش بتاعتك، ما تاخدهاش انت، ما تاخدهاش عشان ما تصطدمش. 2 التوفيق مش عايز اقول الحظ يعني، لكن التوفيق والحظ برضو طبعا يعني بيبقى عامل مهم جدا على فكرة. مش مسألة يعني في حاجة يقول لك ايه، يقول لك خطك مثل خطي، قال له حظك مثل حظي. بالظبط. يعني مش الاول حظك وبعدين حظي. بتلطشني لغه عربيه على عاميه على كل حاجه. استاذ حمام فاهم. فالتوفيق بيبقى مهم جدا في جزء من بدايتك كمان بالذات يعني. لا ده هو ده الجزء الاكبر. انا بعد اشتغلت الشغلانه دي ده جزء كبير جدا جدا جدا. ممكن تبقى شاطر وبتجتهد وكل صح. حاجه، وفي نفس الوقت ربنا هيديك على فكره. يعني مش معنى ان انت شاطر ومجتهد ان وما عندكش توفيق في الفتره دي ان مش هيفضل عندك توفيق. هيجي والتوفيق بيروح للي بيستحقه وللي بيشتغل بما يرضي الله واللي عنده حاجه بيعملها. انما في نفس الوقت هو جزء كبير جدا من شغلانتنا ليها علاقه بالتوفيق والحظ. من الحاجات اللي الواحد بيتعلمها جامد جدا في الحياه، ان انت ما تاخدش واحد كده بشخصيته بس. يعني هو كل حاجه انت معجب بيه جدا، انت معجب بسيد عبد الحفيظ جدا جدا جدا، بس في حاجات عند سيد ما تناسبكش انت وائل. في حاجات انت عندك احلى. انت فاهم. فتاخد من سيد اللي يخص اللي انت معجب بيه من سيد، بس ما تاخدش من سيد اللي ما يناسبش شخصيتك. طب ما دي ده مهم جدا. مهم جدا. يعني ممكن واحد يعجب بواحد فيقلده بكل حاجه. لا. تمام. هو كان بيعمل ايه فنقلده. لا في حاجات ممكن ما تعجبنيش في الشخص اللي انا بحبه، طبعا ما اخدهاش. طبعا. وخلي بالك ده جزء من التعلم. يعني مش شرط ان انا بحب كابتن سيد عبد الحفيظ ومعتبره مثل اعلى ان انا يبقى كل حاجه بحذافيرها. في حاجات وحشه من ضمن الخبرات والتعلم ان انا ما اعملهاش. طبعا ده دي مهمه جدا. انا كنت بحبه شخص على المستوى الاداري جدا على فكره، بس بشوف ان هو تصادمي. يعني عارف ممكن ما تبقاش في حاجه خلاص خد منه حاجه كويسه وابعد عن التصادميه. طبعا اسم الله عليك. طبعا. يعني في وقت انا احل مشكله لا احسن من كده. طبعا تمام. واشوف ان مثلا ممكن وائل رياض عمل حاجه بس رصيد وائل عندي كبير، اوكي، مع انه عمل حاجه غلط على فكره. لو اقدر احلها من قبل ما تكبر سنه طبعا احلها. طبعا. يبقى انا حافظت، انا اشوف كده حافظت عليه. طبعا ده مش معناه ان انا ما واجهتش وائل، انا حميت وائل. صح. حلو. صح. طب لو وائل بقى راح مصمم يجي لي، لا خلاص هصطدم. خلاص بقى. يعني خلاص. خلاص. انت مش هتروح للمشكله،
يعني دايما حتى انا في فكري الاداري لما انا اشتغلت 5 سنين مدير قطاع الناشئين في وادي دجله ومسؤول عن الكوره كلها الا الفريق الاول، فبكره نسائيه بكبار بصغيرين بكل حاجه. فالجزء اللي ليه علاقه بالاداريات ليه علاقه بحل مشاكل كتير جدا وبتتعامل مع مدربين وبتتعامل مع لعيبه وبتتعامل مع ثقافات وادمغه مختلفه. فجزء كبير جدا انك تحاول ما تبقاش دايما تصادمي، تبقى بتحاول تحل. انما لو المشكله جات لك ومصممين ان المشكله تجيلك، لا هتبقى قوي، هتبقى قوي وحاسم وحازم وكل حاجه، ومش هتدي مجال للملاوعه، لازم تبقى صارم بشكل كبير جدا. وده مش معناه ان انت يعني بتسيب الامور كده خلاص، لا دي فيها حكمه. لا طبعا، يعني الحكمه مطلوبه جدا طبعًا. في اي شغل على فكره. طبعا في اي شغل. طبعا. كابتن ضياء السيد برضو من الناس اللي بحبها جدا في حياتي. كان بينصحني لما بدات التدريب بحاجه مهمه قوي. قال لي مش وانت كمدير فني مش لازم كل حاجه بتحصل حواليك تبين ان انت شايفها. صح، دي مهمه جدا. صح. فمهم جدا ان انت وانت شغال في 2 لعيبه بيشدوا مع بعض، بس واضح ان ليها اخر، يعني مش هتكبر، واضح ان هي مش هتكبر. اعمل نفسك مش واخد بالك، مش لازم اعمل نفسك ميت. اعمل نفسك ميت. بتكلم بجد والله، اعمل نفسك مش واخد بالك لانها تخلص. انما انت لو عرفت ولو لازم تاخد قرار. فممكن القرارات دي تبقى ومن هنا تيجي على فكره اهميه الجهاز المعاون. طبعا. يعني الجهاز المعاون طالما وصل حاجه معينه، يعني في يعني طرق فكر كبيره جدا او مختلفه شويه في في الاجهزه الفنيه. في مدير فني يبقى الناس اللي بتسنده كلها وبتساعده من الجهاز يقولوا له كل حاجه صغيره وكبيره. وانا ماشي في الطرقه دلوقتي لقيت وائل رياض بيتخانق مع سيد، ولقيت مش عارف مين صوته عالي، وده فلان ايه وده فلان ايه. على فكره ده مش ذكاء ولا صح، ولا صح خالص. انت دورك اصلا ان انت تبقى عامل مساعد للمدير الفني في كل حاجه. لو انت شايف ان المدير الفني سريع الاشتعال، اوكي، في مدير فني كده، او في مرحله فيها تركيز عنده عاليه جدا والضغوط عنده عاليه جدا كبيره بشكل رهيب، فانا لو قلت له حاجه النهارده تخص الفريق، هياخد قرار ما يعلم به الا ربنا. صح. حلو. والحاجه دي زي ما انت قلت الجمله من شويه جميله جدا، ليها اخر. يعني 2 هم قاعدين مع بعض كده، واحد راح متنرفز على التاني وهم اصحاب واخوات، ومش هيطلعوا من الاوضه اصلا غيرهم هم متصافين تمام ومتصالحين تمام. فالجهاز المعاون ده مهم جدا 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 في تأدية المهمه والنجاح على فكره. بس هي مرتبطه بالمدير الفني. يعني ايه مرتبطه بالمدير الفني؟ في مدير فني بيبقى عايز يبقى عنده كل التفاصيل، انما انت كجهاز معاون خد القرارات براحتك وهديك السلطه بتاعتك، ما عنديش مشكله فيها. يعني انا كده، انا احب اعرف كل صغيره وكبيره في الفرقه بتاعتي وفي اللي بيحصل، انما ممكن ما اتدخلش في كل صغيره وكبيره. في بداياتي ممكن كنت ابقى سريع الاشتعال، دلوقتي بقيت لا بعرف ايه اللي ليه اخر وايه اللي ملوش اخر والكلام ده كله. فهي القصه ليها علاقه بالسيد حتى دي. لا اله الا الله. هي مدارس وتفكير طبعا. انا اشوف انها اكبر غلط حتى في البيت نفسه. كل حاجه طبعا، حتى في البيت نفسه. المدام ومراتك يعني عندها مسؤوليه كبيره جدا مع الولاد. انا عندي مسؤوليات كبيره جدا. انت ما تعرفش حاجه في انا عارف كل حاجه. والله. لا ده بالنسبه لك لود جامد جدا، جامد جدا. وبعدين انت هتحسبه بشخصيتك انت، مع ان الولد ابنك متصرف عادي جدا وممكن يكون جداً. تصرف طبيعي جدا ومش محسوب بالنسبه له. طبعا. الفرقه نفس الكلام، فاهم؟ انت بتقسم ادوار يا شيتوس. لكن لو في حاجه لازم اخش فيها ولازم اكون عندي معرفه ومعلومه كامله بيها لان انا هحكم فيها، دي تعرفها طبعا. لكن حاجه صغيره وحاجه بسيطه وحاجه من مسؤوليات الناس اللي معاك، ايه المشكله؟ ما يعملوها، مفيش مشكله. انت خدت القرار خلاص اوكي. لا ما عنديش مشكله. انا بتكلم ان انا اعرفها بعد ما ابقى خد القرار فيها واشتغل فيها من باب العلم، من باب الدردشه. انما يعني ما ينفعش برضه يبقى في حاجه بتحصل في الفرقه وانت قاعد في معسكر وانت كمدير فني ما تعرفش عنها حاجه. ايوه، درجتها ايه؟ درجه اللي بيحصل ده ايه؟ ما هو درجه اللي بيحصل طالما جهاز معاون دخل فيها اذا تستحق. اذا في موضوع. انما في حاجه ما بين 2 لعيبه، ما بين لعيبه كلها، ما بين كابتن فريق ولعيبه، ده ما حدش بيخش فيه. انت تقصد يعني ان حاجه تمس الفرقه طبعا. طب تخص الفرقه مفيش مشكله، لكن انا بتكلم في حوارات جانبيه تخص الفرقه حتى لو حاجه صغيره مش مؤثره، من باب الدردشه ابقى عارفها للعلم.
وقال ما بيفكرش بقى في تدريبات فريق اول، درجه تانية، درجه اولى، دوري ممتاز، يعني مرحله الناشئين والمنتخبات؟ لا انا عايز مرحله اخلص. ولا لسه مكمل فيها؟ لا انا مكمل مع منتخب الشباب 2007 وعايز اخلص تجربتي معاه بشكل نهائي، اخد تجربه كامله تخلص كامله، اخش بطوله، اصعد بقى ما اصعدش، اخلص مرحلتي. وبعديها يمكن تجربه المحليين دي ادتني انطباع كويس جدا 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 عن نفسي وعن اللعيبه اللي انا اتمرنت معايا. مستغربك يا وائل. ليه؟ اقول لك ليه. يعني انت ما بين حاجتين، مم. ما بين الريسك بتاخده جدا. تمام، لا وبرضه بتحب الحته اللي فيها استقرار شديد شويه يعني الريسك مثلا لو انا جات لي فرصه في الدرجه الاولى في الدوري الممتاز، فرصه، ما هو ده ريسك برضه. بلاش دوري ممتاز دلوقتي مثلا، يعني ممكن يكون درجه ليه تانية. بلاش دوري ممتاز؟ على فكره بيجي حاجات دوري ممتاز. طيب ماشي، حلو جدا. بس ما بقدرش اخد. انا مش قادر اقول لمنتخب انا همشي عشان امسك نادي، انا مش قادر اعمل دي. لا يا سيدي، ما هو طبعا ما حدش هيقول لمنتخب بلده لا يعني، لكن ممكن يجي لي حاجه تمام بالتنسيق مع الناس، ممكن تبقى خطوه تانية بعد مرحله ما او زمن ما او توقيت ما، ممكن يبقى عندي خطوه تانية. لا مش قافلها خالص. وبقول لحضرتك ان تجربه المحليين اللي انا كنت فيها دي، لان دي اول مره امسك لعيبه فيرست تيم. انا كنت دايما بمسك تحت 23 سنه. مسكت فيرست تيم كمساعد مع كابتن شوقي غريب في الانتاج الحربي الدوري ممتاز، انما انك انت تبقى مسؤول عن لعيبه فيرست تيم لا. يعني انا مش عايز اوريك كم الرسائل وكم الانبساط من الولاد في المرحله القصيره جدا اللي اشتغلنا مع بعض فيها، فادت انطباع كويس. فانما انا مش قافل بابي خالص، وما اعرفش مستقبلي فيه ايه بكره. انما انا بقول لك ان اي تجربه، انا بحب الريسك، انما الريسك اللي له علاقه يعني مين فينا ما يحبش الاستقرار؟ مين فينا ما يحبش ان هو يشتغل ويطلع فكره التدريبي بشكل طويل وبشكل كويس عشان اللعيبه تبدا. وانا زعلي على 2005 ليه؟ زعلي على 2005 عشان انا بقيت فاهم 2005. بس ايه السبب بجد بقى؟ يعني خلاص كل حاجه راحت لحالها، ايه القرار ان انا ابقى ماسك فرقه وبعد كده يجي حد تاني ياخدها؟ لا ده يسال فيها اتحاد الكوره، يسال فيها ساعتها استاذ جمال علام، يسال فيها وزاره الشباب والرياضه، يسال فيها ناس كتير قوي، يسال فيها ناس كتير قوي. ليه وائل مستمر مع فرقه لمده موسم سنه شغال؟ عملت 15 مباراه وديه، عملت 8 مباريات وديه دوليه، عملت حاجه و20 مباراه، وحفظت بقى اللعيبه. كابتن سيد انا في اوقات كان في معسكرات مثلا ببقى عارف انا مش هجيب فلان وفلان وفلان، مش هجيبه المعسكر لان عايز اشوف حد غيره، لان ده خلاص بقى معايا، ده خلاص بقى يعني ما عنديش مشكله، عايز اوسع قاعده ان الناس تشارك كتير واشوف الاختيارات بشكل اوسع. اللي اتعمل في 2005 حاجه محترمه جدا وحاجه كويسه جدا، وكان خلاص سيبني اكمل تجربتي، يعني سيبني اكمل تجربتي، انجح بقى ما انجحش خلاص سيبني يا عم. فضل شهر على البطوله، صعدت ما صعدتش خلصت نفسك وكده كده الجيل ده مكمل. يعني انا ما بنهيش جيل، الجيل كده كده مكمل، لان الجيل ده جيل اولمبي، هيخلص مرحله الشباب هيخش على مرحله الاولمبي، فما عندوش مشكله. يعني انا مش هو الرياضه هيجي يقضي على جيل، لا. فهي القصه كلها كانت زعلي، لان اشتغلت وبدات حفظت اللعيبه وحفظت ادمغتهم، حفظت اطلع من ده ايه ومن ده ايه. انا تعرضت لهجوم غير طبيعي في 2005 ده في البدايه. انا اتعمل لي لسته من ابناء عاملين 2 بس اللي بيلعبوا كوره والباقي كله فيك. قال لك حسن ابو المعاطي ذكي. كلمت ابو المعاطي قلت له انت ليك ابن؟ قال لي ولا ليه الواد بيلعب في نادي الزمالك ودلوقتي محترف في البرتغال، كابتن الزمالك، اسمه حسن ابو المعاطي بس. عمرو خالد بيبو ده ابن خالد بيبو، وفارس خالد قال لك ابن خالد بيبو برضه. أيوة. بيبو عنده توأم 2 2005 اول مره نشوفه، والاثنين مش شبه بعض خالص، فرق بينهم شهرين. يوسف سيد عبد الحفيظ. طب يوسف سيد عبد الحفيظ لعيب كويس؟ لعيب كويس. طب ايه اللي يثبت انه لعيب كويس؟ الايام هتثبت لك. بعد ما انا مشيت ميكالي اتعامل مع يوسف عبد الحفيظ، راح سيراميكا مع ايمن الرمادي، لعب مع النادي الاهلي فيرست تيم والناس كلها قاعده تتكلم عليه. عمرو خالد بيبو احترف بعديه. كل الناس اللي اتهموني فيها مكسرين الدنيا. يعني انا عمري في حياتي مهما كانت علاقتي بسيد عبد الحفيظ علاقه جيده جدا وعلاقه اتمناها تستمر الى ابعد الحدود، خالد بيبو نفس الكلام. انه مستحيل احب سيد عبد الحفيظ اكتر من وائل، ومستحيل احب سيد عبد الحفيظ اكتر من مصر. يعني مستحيل، يعني لازم هحب شغلي واحب نفسي واحب ان انا اعمل حاجه تفيد بلدي. فليه هجامل ابن فلان ولا ابن علان؟ ليه؟ اتهموني اتهامات غير طبيعيه. وبعد كده اكتشفت ميكالي جه بعديه، مفيش واحد بس اللي دخل زياده، واحد بس، وكنت مكلمه من قبل كده، ولد كان بيلعب في المانيا،
هو الوحيد اللي دخل على الفرقه. اسامه نبيه دلوقتي مع الفرقه ممكن 2 3 بحكم ان المرحله دي فيها تغيرات شويه، كل ما بتقعد شهر شهرين ممكن ولد يظهر لك يطلع لك يلعب بشكل كويس. فاذا اختياراتي واثق فيها 100 مليون في المية. مجاملات مفيش اي مجاملات، لان الكرة فضاحه، الملعب فضاح. احنا مش بنشتغل في مكتب ولا في شركه ممكن اعين ابن فلان ولا ابن علان، احنا بنشتغل في كوره. انا مفيش مدرب في الدنيا هيبقى عايز يتقال عليه ده المدرب ويتشتم. مفيش حد في الدنيا عايز يعمل كده طبعا، ومحدش يقبل بده، ومنصبي كمدرب منتخبات ما يسمحش بده. فهي تجربه وراحت، انما الحمد لله على كل شيء، ويكفي ان احنا قعدنا نحرق فيها. كل سنه وانت طيب يا فنان. اهدى يا فنان. وانت طيب يا كابتن مصر. 2 4 6 8 يعني فكره، يعني انت متجوز بنت كابتن ثابت بطل الله يرحمه. الفكره نفسها يعني كابتن ثابت عايش؟ لا، بعد ما توفى. في ناس كتير فاهمه ان انا اتجوزت وكابتن ثابت كان عايش. انا اتجوزت بعد ما كابتن ثابت توفى، وكابتن ثابت قبل ما يتوفى ما كانش في اي حاجه يعني ما بيني وبين الاسره خالص. وانا شفت مراتي في العزا، يعني انا شفت مراتي في عزا كابتن ثابت. بتهزر؟ والله شفتها والله شفتها في العزا. وبدانا نتعامل بعد كده بعد العزا بفتره طويله جدا. بس انت خدت القرار رغم ان انت اصلا في الموضوع ده كنت بتبقى متردد شويه. مش عرفك صلاه استخاره. بنتي يا عيني تقول لي اعرفها ولا انا يا كابتن وائل والله وان شاء الله، بس هو هيصلي صلاه استخاره. ما تحرقش بنتي طالما قال لك صلاه استخاره هو مش هيخش البيت تاني. انت صليت كمية صلاة استخارة. حق الشرعي، عملت حق الشرعي. حق الشرعي بس. طب دور على سبب رفض غير كده، يعني مثلا ايه، بيتكو بعيد باشا، ابوكي مش عارف ايه، امك ايه في الموضوع. الناس بتحترف جدا ده. اول ما تقول لك اول ما تقول لها صلاة استخارة، والله يا بنتي خلاص مفيش نصيب. بس هو اللي انت ما صلاش يا بنتي اعتبريه صلى. موسى ويحيى اخبارهم ايه؟ موسى ويحيى كويسين. يحيى بيلعب في النادي الاهلي مواليد 2009 والحمد لله لاعب كويس. موسى مواليد 2013 بيلعب برضه في النادي الاهلي، والاثنين لعيبه كويسه الحمد لله. فيهم واحد لذيذ قوي قوي، كل ما اشوفه يعني حبوب قوي. ده الصغير. هما الاثنين لذاذ، بس في واحد بيجي يحضر كده جميل، في واحد يعني متجاوب مع الناس. ساتر. تاني النسخه الثانيه. موسى متجاوب يعني يحيى شخصيه عاقله ورزينه وتقيله شويه، انما برضو لذيذ جدا، محبوب من كل اصحابه في النادي، محبوبين الحمد لله. انما زي ما بقول لك هو موسى اللي انت تقصده اكيد يعني. جميل. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليك. وائل كنت مبسوط جدا وانت معايا. وانا كابتن يعني انت كنت معايا النهارده، اتمنى لك كل التوفيق. انت واحد بتشتغل وبتجتهد، وان شاء الله الرحمن ربنا يدي لك باذن الله، وقريب جدا يا رب ان شاء الله الرحمن باذن الله نشوفك من ألمع المدربين يا رب في مصر والوطن العربي وافريقيا وكل حته ان شاء الله باذن الله. انا ببقى مبسوط جدا وانا موجود معاك، وزي ما بقول لك انا في 3 4 في حياتي كده شخصيات مش هقول مؤثره، ولكن انت بتبقى حابب جدا تتعامل مع شخصيات مؤمنه بيك. يعني بتحس بفرق كبير جدا ما بين شخصيه بتتعامل معاك لمجرد التعامل وما بين شخصيه مؤمنه بيك وبقدراتك. انت يا كابتن سيد واحد من الناس، انا ما بقولش الكلام ده والله رياء خالص، لان انا مش عايز منك اي حاجه. انت فعلا شخصيه مؤثره جدا في حياتي على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري وعلى المستوى الشخصي كتعامل كحاجات كتير جدا، في مشاكل كتير جدا في حياتي كنت باخد رايك فيها. فانت هادي خشبه، تامر النحاس، كابتن شوقي غريب، ضياء السيد، في شخصيات كتير بتتعامل معاه وهي مؤمنه بيك، فده بيفرق معاك جدا بشكل كبير جدا. انا اللي بشكرك جدا على الحلقه الجميله دي، وعلى انك اديتني فرصه اصلا ان انا ابقى موجود في استاد الاهلي. ان شاء الله باذن الله يبقى الحلم ده قريب جدا، ونبقى قاعدين بقى القعده دي تبقى هي دي الكابينه او المقصوره اللي بنتفرج بيها على المباريات باذن الله، لان ده حلمنا ونستحقه بشكل كبير جدا. كل سنه وانت طيب. صح، سلامة يا كابتن. يومنا خلص النهارده في بودكاست القلعه الحمراء، نتقابل بكره على خير باذن الله.